7 أماكن لازم هتزورها داخل المتحف المصري الكبير وأهمهم 5 مكان. أول مكان تمثال رمسيس الثاني واللي هو أول حاجة بتستقبلك في المتحف الجديد. هنا هتلاقي كل الزوار أول حاجة بيعملوها هو إنهم بيتصوروا مع التمثال اللي طوله 11 متر واللي اتحط هنا قبل اكتمال عمليات الإنشاء لأن ما كانش ينفع يدخل بعد اكتمال المتحف. تاني مكان وهو المتجر الرسمي واللي لو حبيت بتقدر تشتري منه هدايا وتحف تصميمها أكتر من رائع وجودة الخامات فيها في حتة تانية. تالت مكان وهو الدرج العظيم، الرحلة التاريخية اللي بتاخدك وسط مراحل مختلفة من الملوك والمعابد والمعبودات والمعتقدات كمان، واللي بتنتهي برؤية الأهرامات والتصوير معاها من داخل المتحف. رابع مكان داخل المتحف هي القاعات الرئيسية واللي معروض فيها القطع الأثرية المختلفة واللي مفتوحة على بعض واللي ليها أكتر من ترتيب علشان تمشي فيها حسب ما أنت تحب، واللي فعلا مبهرة جدا. المكان الخامس والأهم كنوز توت، قاعة توت عنخ آمون الملك الشاب ذو القناع الذهبي الأشهر على مستوى العالم، وده علشان مقبرته الوحيدة اللي تم اكتشافها بمحتوياتها الكاملة. القاعة بتضم تقريبا 5400 قطعة، وأهم مكان طبعا تتصور فيه ده لو عرفت تقف من الزحمة هو قدام القناع الذهبي اللي وزنه 11 كيلو من الذهب. المكان السادس مركب خوفو واللي موجودة في قاعة منفصلة داخل المتحف، مركب عمرها آلاف السنين لكن هتحس إنها متصنعة في عصرنا دوت، واللي اكتشفوها مدفونة جنب الأهرامات وكانت عبارة عن 1200 قطعة اتركبت في 10 سنين كاملين علشان تشوف الروعه ديت دلوقتي. المكان السابع الفود كورت، وده لان داخل المتحف فيه منطقه المطاعم والكافيهات اللي قدامكم دي، واللي اشهرهم مطعم زوبا واللي بيقدم اكل مصري وشويه كافيهات ومطاعم تانية كمان.